في واحد من الركاب اسمه كرو بيقول لهم انه يقدر يمشي المسافة دي عشان متعود على الماراثونات، لكن بيعارضوا واحد تاني من الركاب وبيقول له الصحراء مختلفة عن المدينة. لو شرب كوباية مية واحدة بس هيعرق 10 أضعافها. ولو حتى قرر يمشي بالليل واستخدم البوصلة، بسبب الجبال اللي فيها صخور مغناطيسية البوصلة دي هتبوظ. وممكن أصلا حسابات تونز تكون غلط في الأساس عشان الخريطة دي قديمة. وتونزي بيأكد كلامه وبيقول ان هو كمان عشان بيستخدم رجليه اليمين عن الشمال اكيد هيلف في دواير وهيفضل يلف فيها لحد ما يتوه. فبيقرروا يستنوا اي حد يدور عليهم. لكن كيلي بتقول لهم انهم ولا حاجة بالنسبة للشركة، وبتسأل تونزي عن احتمالية حد يلاقيهم. قال لها انها بنسبة 5%. لكن المدير بيتمسك بالامل وبيقول ان اكيد في حد هيدور عليهم. وبالليل واحد منهم اسمه جون بيخرج من الطيارة عشان يعمل حمام، لكن وهو بره بيخبط في ثغرة صغيرة وبيقع بعيد عنهم، وبيفضل ينادي على أي حد عشان يلحقه.